السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ جورة. كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يلقاكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله واحد الوصفه رائعه وسهله واقتصاديه وغير مكلفه. غنتقاسم معكم واحد العجينه ديال المسمن اللي غادي نحضروا منها جوج ديال الاشكال. عجينه اللي غتكون حلوه وفي نفس الوقت غادي نديروا عجينه اللي غتكون مالحه بدون زبده، كذلك ما فيهاش الكفته وما فيهاش طون وما فيهاش صدر ديال الدجاج. يعني هاد جوج اشكال ديال المسمن اللي غيكونوا اقتصاديين وبساطين، واللي اهم فيهم انهم كيجيو مزوينين في المذاق ديالهم. بسم الله على بركه الله. عندي هنا 600 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 6 ديال الكؤوس ديال العنبه. عندي كذلك 130 غرام ديال الدقيق الفينو او دقيق القمح الصلب، ما يعادل 130 غرام. عندي كذلك جوج كيسان ديال الماء اللي كيكون من الصنبور، معلقه كبيره ديال سكر حبيبات، معلقه صغيره ديال الملحه وكتبقى على حسب الذوق، ممكن اكثر ممكن اقل، خماره ديال الحلوه، وعندي هنا واحد القليل كيف ما كتشوفوا يعني واحد شويه ديال الخميره ديال الخبز. اول حاجه كناخذوا داك الدقيق ديال الفينو كنديروا على داك الدقيق الابيض وكنديروا السكر، الملحه، الخماره والخميره ديال الخبز. بالنسبه لهاد العجينه ديال المسمن اسهل عجينه واسرع عجينه اللي ممكن نوجدوا بها هاد المسمنات ديالنا. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كندير دوك المكونات كاملين وكنخلط. بالنسبه هنايا الماء انا غادي نستعمل جوج ديال الكؤوس، ممكن اكثر على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. فغادي نضيف الكاس الاول وغادي نبقى كنعجن، من بعد غادي نضيف الكاس الثاني وغادي نكمل هذاك الكاس الثاني وغادي نعبر نص كاس ديال الماء. يعني كيف ما قلت لكم انا في الاول واخا درت جوج كيسان ما كفاونيش هذوك جوج كيسان، وغادي نزيد نص كاس ديال الماء، كنبقى نزيدو غير بالتدريج. يعني المجموع كامل ديال الماء هذا العجين هذا خدا ليا جوج ديال الكيسان ونصف، ما يعادل 400 مليلتر. بالنسبه للمقادير غادي تلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف بالغرام وبالقياس ديال الكاس ديال العنبه. كنبقى كندلك هذاك العجين ديالي كيف ما كتشوفوا، من بعد غادي نمسح طاوله العمل وغادي نحط فيها داك العجين وكنبقى بحال هكا كندلكو. الا عندك اختي العجانه فاستعمليها، ما عندكش اختي العجانه ديري اختي العجينه ديالك فوق سطح العمل وبقى يا اختي تعجني دلكي ديك العجينه ديالك مزيان باش ملي كتبغي تشكليها كتجيك ساهله وما كتمحنكش. هنا عندي واحد المده ديال 5 ديال الدقائق كندلك هذاك العجين مزيان. كيف ما كتشوفوا في الاول كيكون عندي واحد العجين اللي هو شويه بحال جاري، ولكن ملي كنبقى بحال هكا كندلكها هذاك العجين كيشرب ليا داك الماء وكنحصلوا على العجين اللي كيكون بحال هكا خفيف، ما كيكونش قاصح وما كيكونش ثاني خفيف. كما كتشوفوا انا حطيته فوق سطح العمل، هذاك العجين ما تمشاش ليا، يعني ما بداش كيسيح، لا بقى قابط في راسو. من بعد ما كندلكو داك العجين مزيان كناخذ واحد شويه ديال زيت المائده وكندهن بها هذاك العجين وكنديرو هنا في البلاستيكه وكنخليه واحد المده ديال الوقت اللي انا غادي نوجد هذيك الحشوه كيكون هي العجين ديالي تطلق. الا عندكم الوقت خليوه اكثر، ما عندكمش الوقت الطريقه اللي درت انا بما كملت الحشوه المالحه وداك الساعه دزت كنطلق العجين ديالي. بالنسبه للحشوه المالحه اللي غتكون اقتصاديه وسهله ورخيصه، عندي هنايا البصله الخضاريه، هي اللي شويه دابا راه موجوده في السوق ورخيصه. غادي نستعمل هنايا 5 ديال البصلات اللي كنغسلهم، كنحيد غير داك الورق اللي كيكون صفر هو اللي كنحيد، ولكن الورق الخضر كنخليه. كنغسلهم مزيان وكنخليهم حتى كيتسقطروا مزيان وكنشفهم وكنقطعهم بحال هكا مربعات اللي كيكونوا صغار. فبالنسبه للحشوه هذه كنستعمل فيها غير البصله الخضاريه، ما ديروش البصله الحمراء ولا البصله البيضاء، لا كديروا البصله الخضاريه باش كيجي لنا داك المسمن ديالنا وفيه واحد المذاق احسن. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كنقطع هذيك البصله الخضاريه، لا في الاول هذاك الجهه اللي خضراء كنقطع على جوج، ولكن هاد الكركوبه هذه كما كتبان لكم هنا كنقسمها على 4 وصافي وكنقطعها. اللي مهم عندي هو انني نقطعها بحال هكا مربعات صغيره باش دغيا كطيب ليا وكتجي باينه حتى في المسمن ملي كنكونوا كنطيبوه. بعد ما كنكمل كناخذ هنايا مقله غادي ندير فيها 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ممكن زيت المائده، ممكن الزبده، المهم اللي متوفر عندكم ممكن تستعملوه. كندير هذيك البصله وكنغطي هنايا المقله ديالتي وغادي نديرها فوق نار اللي كتكون مهيله. قبل ما كنغطيها كندير واحد رشه خفيفه من الفلفل الاسود اللي هو البزار ورشه خفيفه من الملحه وكنديرهم فوق البوطه على نار اللي كتكون مهيله حتى كطيب ليا هذيك البصله وكتدبال وكتهبط ليا كيف ما كتشوفوا هنا في الفيديو. كتهبط حتى الكميه ديالها بحال كتنقص شويه، كنبقى مره وانا كنحركها حتى كتنشف ليا هذيك البصله من داك الماء وكيبقى بحال هكا غير الزيت هو اللي كيبقى لينا. ندوزو باش نكملوا المكون ديالنا الثاني اللي هو الزيتون. فانا هنا غنستعمل تقريبا 3 ديال الدراهم حتى 4 دراهم ديال الزيتون اللي كناخذو من عند العطار. من بعد كنغسلو وكنخليه حتى كينشف مزيان وكنديرو في هذه القطعه هذه وكنبقى بحال هكا كنقطعو. فانا بغيتو يكون قطع اللي تكون صغيره باش ما كيبانش ليا بالنسبه انا وليداتي مع ما كياكلوش الزيتون، فغادي نقطعو بحال هكا قطع اللي غتكون صغيره. نتوما ولادكم الا كياكلوا الزيتون فكتخليوه بحال هكا، يعني تخليوه كما شريتو، يعني غير كتغسلوه وديروه. صافي انا كما كتشوف معايا كنقطع هذاك الزيتون، وهذا الزيتون هذا كيجي رائع في هذه الحشوه هذه. هنا من بعد ما كتكون هذيك البصله طابت مزيان كيف ما كتشوفوا
كنكب فوق منها هذاك الزيتون اللي قطعنا. من بعد غادي نزيد 4 ديال الفرماجات اللي كيكونوا متلتين. ممكن ديروا الجبن، ممكن ديروا الفرماج اللي كيكون في العلبه، المهم اللي متوفر عندكم ممكن تستعملوه، وحتى الكميه كتبقى على حسب اللي نتوما اللي متوفر عندكم. فانا درت غير 4 ديال الفرماجات، ممكن ديروا اكثر. ملي كندير هذاك الفرماج كنرجع هذيك المقله ديالتي فوق البوطه على نار اللي كتكون مهيله حتى كيذوب لي هذاك الفرماج وكيتخلط لي مع داك البصله والزيتون، كتكون هذيك الحشوه متماسكه في راسها. صافي كنطفيو على هذيك المقله وكنخليوها في الجانب تبرد. وهنا كيف ما كيبان لكم المسمن ديالنا بحال هكا كيجي مرتاح وخفيف، ماشي خفيف كيف ما كتشوفوا، لا يعني هذاك المسمن شويه شد في راسه. من بعد كنقسم هذاك المسمن، هذيك العجينه ديال المسمن كنقسمها على 2، باش هنايا العجينه الاولى غادي نقسمها على 4 باش غادي نشكل منها 4 ديال الكرات، وهذوك الكرات هما اللي غادي نديروا بهم العجينه ديال المسمن اللي غتكون حلوه. وبالنسبه للعجينه الثانيه ديال المسمن غادي نقسمها على 12 باش غادي ندير بها مسمنات، غتكون مسمنه في قلب مسمنه باش غتكون مسمنه مالحه. فانتم غتفرجوا معايا وان شاء الله غتشوفوا الطريقه كامله. وكنحاول نقاد هذوك الكرات باش كيجيوني مقادين. كناخذ هنايا واحد الصينيه كندهنها شويه بالزيت. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنكمل المسمنه الاولى اللي قسمنا على 4. ندوزو دابا باش نكملوا الطريقه ديال المسمنه الثانيه اللي كنقسمها حتى هي على 12. وكندهن هنا دائما ملي كنحطوا المسمن ديالنا كندهنوا بشويه ديال الزيت من الفوق وكنغطيوه بالبلاستيكه. ملي كنبغيو نجيو كنلقاو هذاك المسمن ديالنا ترخف لينا، والا ما غطيتوش غادي تكون لكم واحد القشره من الفوق وغادي ملي تكونوا كتمشيو غادي يبقى يتقطع لكم هذاك المسمن. هنا غادي نخليه غير يرتاح. الوقت اللي انا غادي نخلط هذا الخليط اللي غادي نمرق به كيكون داك الساعه المسمن ديالي كيرتاح. بالنسبه لهذا الخليط هذا اللي غادي نستغناو بتاتا على الزبده وكيجي المسمن ديالنا مورق، فغنستعمل كاس ديال النشا ما يعادل 80 غرام، وغادي نديرو في زلافه وغادي نكب عليه نص كاس ديال زيت المائده باش اننا ما نستعملوش الزبده. فهاد الدقيق ديال النشا مع الزيت كيجي رائع، كيجي لنا مورق وكيجي مقرمل داك المسمن ديالنا. المهم نتوما الا عندكم الزبده ممكن تستعملوا الزبده، فانا بغيت نخلي هذه الوصفه هذه تكون اقتصاديه. هنا كندير نص كاس كيف ما شفتوا معايا. انا هنا كنت عابره كاس الا ربع ديال الزيت، ولكن ما كملتش داك كاس الا ربع، يعني بقات لي تقريبا 4 كاس. فالمجموع كامل اللي استعملت اللي هو كاس ديال النشا مع نص كاس ديال زيت المائده. من بعد ما كنحضروا هذيك الحشوه كنخليوها في الجانب، وكناخذ هنايا زلافه كندير فيها شويه ديال الزيت، وكناخذ اول مسمن كنت شكلت في الاول وكنبقى بحال هكا كنورق هذاك المسمن ديالي كيف ما كتشوفوا هنايا. هذاك المسمن ملي كتخليوه كيرتاح غير شويه وكتدلكوه في الاول كيجيكم ساهل ما كيعذبكمش، يعني دغيا. انا كيف ما كيبان لكم في الفيديو كتكون مسمنه مرخوفه معنا وكتجينا ساهله في الخدمه ديالتها. صافي انا كيف ما كتشوفوا معايا كتكون بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ داك الخلطه اللي خلطنا ديال النشا وديال الدقيق وكندهن هذيك المسمنه كامله. فهنايا ثاني كنأكد عليكم انكم تدهنوا هذيك المسمنه كامله بداك الخليط هذاك، ما ديروش يعني الطبقه اللي تكون غليظه، لا ديروا الطبقه ديال هذا الخليط هذا تكون رقيقه ولكن دهنوها على المسمنه كامله. من بعد غادي نشكلها على شكل مربع كما كتشوفوا هنا في الفيديو. يعني هذيك العجينه ديالتي كنديرها بهذه الطريقه هذه، وكل مره مني انا كندير ما بين عجينه وعجينه طبقه ديال العجينه كندير داك الخليط ديال النشا وديال الزيت. صافي ومن بعد غادي نديرها على شكل مربع بهذا الشكل هذا كما كيبان لكم هنا في الفيديو. المهم كتكون بحال هكا مربعه. صافي هنا كنحطوها في الجانب، كنبقاو حتى كنكملوا المسمن ديالنا كامل. عاد ديك الساعه كندوزو نشكلوه. فانا هنا كنكمل المسمن ديالي كامل. عاد ديك الساعه كناخذ اول وحده اللي بديت بها في الاول هي اللي كناخذ وكندهنها هنايا غير واحد شويه ديال الزيت. فداك الزلافه كيف ما كتشوفوا معايا كان فيها تقريبا نص كاس ديال الزيت، فكان كافيني في هاد المسمنات كاملين، يعني المسمن المالح والمسمن الحلو فكان كافيني فيه. صافي كنمشي وكناخذ هنايا القطاعه وغادي نقطع ديك المسمنه على 4 باش كل مسمنه غادي نقطعوها على 4 باش تكون عندنا كميه اللي هي كثيره. صافي هنا من بعد كناخذ 2 تفاحات اللي كنكون قشرتهم من قبل ودرت لهم واحد القطرات خفيفه ديال العصير ديال الحامض باش غير الوقت اللي انا كنكون كنسمن ما يكحلش لي داك التفاح. وكناخذ زلافه كندير فيها 3 ديال المعالق كبار ديال السكر حبيبات، وكندير واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، وكناخذ داك المسمنه الوسط ديالها كندير التفاح كما شفتوا كنستفوا بحال هكا، وكندير داك السكر. المهم كيبقى السكر هنا على حسب الذوق. بالنسبه لهاد المسمنات هادو انا ما كثرتش لهم السكر، جاو هما هادوك بالحلاوه. من بعد غادي ناخذ هادوك القنات ديال المسمن كيف ما كتشوفوا وكنجيب قنت عند القنت كيف ما كيبان لكم هنا في الفيديو، وداك الوسط كناخذ واحد الطريف ديال التفاح وكنسد به داك الوسط. المهم راها طريقه سهله، بغيت نعطيكم شي حاجه سهله باش دغيا تساليو ما تبقاوش كتزمحنوا راسكم. فهاد الطريقه دي سهله وما فيهاش تماره بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى بنفس الطريقه، كناخذ هذاك القنات كنلاقي كل قنت مع قنت، وفي داك الوسط كندير الطرف ديال التفاح. فهاد 2 تفاحات كانوا كافيني في هاد 4 ديال المسمنات، يعني كل مسمنه قسمتها على 4، يعني 4 بهم ديال المسمنات عطاوني 16 ديال المسمنه صغيره.
صافي هنا كيف ما كتشوف معايا كنكمل داك المسمن، كنقاد هذوك القنات كنطلعهم بحال هكا شويه وصافي كنحطهم هنا في الصينيه وكندخلهم للفران. بالنسبه لهنايا ما كنخليهمش يختمروا مباشره، ملي كنكملوهم كاملين كنكونوا سخنا الفران ديالنا من قبل سخون وكندخلوهم حتى كيطيبوا مزيان. البوطه كنقصوها بالنسبه للفران ديال الغاز، كطيبوهم بحال الشكل اللي كطيبوا الكيكه، فخصنا داك النشا ملي يطيب يتورق لينا، داك النشا يورق لينا داك المسمن ويجي مقرمل. بالنسبه للفران ديال الكهرباء فغتشعلوا على 160 درجه وتخليوهم حتى كيتحمروا من الفوق ومن التحت. من بعد غادي ناخذ لهنايا شويه ديال العسل اللي كنسخنوه وكندهن به هذوك المسمنات الوجه ديالهم من الفوق. الا كان عندكم الناباج استعملوه، انا ما لقيتش الناباج لقيته ساهل ليا فاستعملت غير العسل اللي سخنته. كنت كنقول غادي يجيو حلوين بما انني استعملت السكر من الداخل ودرت العسل من برا، فما جاوش حلوين، جاو هما هذوك السكر. من بعد غادي ناخذ هنايا كاوكاو ايفيلي اللي كان نحمرو في الفران وكنديرو من الفوق داك المسمن بهذه الطريقه هذه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كندهن بداك العسل وكندير كاوكاو. كيجيو هادو هما المسمنات ديالنا، كتقدموهم بحال هكا في المائده ديال الافطار ديالكم، كيجيو محمرين واخا ما استعملناش فيهم الزبده، ما شاء الله جاو مقرملين بنانين مقرمشين والمذاق ديالهم غزال، واللي مهم فيهم انهم اقتصاديين وما فيهمش الوقفه بزاف في المطبخ ديالنا. فهنايا سمعوا التقرميله كيفاش كيجيو مقرمشين، واخا حتى لبقاو لكم اليوم الثاني فكتسخنهم في الفران كيبقاو بنفس المذاق ديالهم بنفس التقرميله ديالتهم. هنا كنحلو لكم من الداخل باش تشوفوا حتى داك التفاح كيفاش كيطيب، واخا ما طيبناش من قبل كيفاش كيطيب من الداخل مع داك السكر وداك القرفه. فالقرفه عطات واحد المذاق رائع في هذا المسمن هذا، فبالصحه والراحه. ندوزو الحشوه المالحه اللي غنستعملوا فيها الحشوه ديال الزيتون والبصله والفرماج. فانا دائما قبل ما كنبدا كنحضر في الحشوه ديالي، يعني قبل ما كنبقى كندير الحشوه في العجين كنقسمها شحال انا بغيت. فانا هنا بغيت 6 ديال الحشوات، ومن بعد كناخذ اول كره ديال المسمن وكنطلقها بحال هكا رقيقه. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كنورق داك المسمن وكناخذ شويه ديال الحشوه وكنديرها في الوسط. بعد ما كندير داك الحشوه في الوسط فكنجمع ديك المسمنه ديالي على شكل مربع كما كيبان لكم هنا في الفيديو، وكناخذ مسمنه واحده اخرى يعني عجينه ديال المسمن واحده اخرى وكنطلقها مزيان يعني حتى كتولي عندي مرقه، هذيك الرخامه كتبان ليا. وهذيك الساعه كناخذ هذيك المسمنه اللي طلقت في الاول كنديرها غير هنايا بالنسبه للجهه اللي فيها الحشوه اللي كتكون كثيره هي اللي كتكون من الفوق، يعني كما كتشوفوا هنا الجهه اللي فيها العجينه كثيره كنديروها من التحت، ولكن الجهه اللي فيها الحشوه كثيره كنديروها من الفوق كما كيبان لكم هنا في الفيديو. كنلوي هذيك المسمنه على شكل مربع بهذه الطريقه هذه. صافي كنحطها في الجانب حتى كنكملهم كاملين. ندوزو باش نطيبوهم. كناخذ هنايا مقله كنديرها على نار اللي كتكون مهيله، انايا من بعد كنطلقها وكنديرها في المقله وبحال هكا مره وانا كنقلب. غير هنايا ما ترقوش هذا المسمن هذا، ما تزرقوش بزاف، خليوه بنفس الطريقه كما درت انا، يعني كيكون شويه غليظ باش هذاك المسمن كيتنفخ لينا وهذوك الورقات كيتفرقوا على بعضياتهم، وكنبقاو بحال هكا مره وحنايا كنقلبوه حتى كيتنفخ لينا مزيان وكيطيب على خاطره. من بعد ما كنكون قربت نكمل المسمنه ديالي الاولى نقرص المسمنه الثانيه وكنحيد الاولى وكنحط الثانيه، كنبقى بنفس الطريقه كنحيد وحده وكندير الاخرى حتى كنكمل المسمن كامل. غير اللي مهم عندنا هنا اننا ما نرقوش هذا المسمن هذا. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي رائع، كيجي بنين، كيجي مورق، واللي زوين فيه انه ساهل. فكما كتشوفوا هذا هو المسمن. حتى بالنسبه للكميه كيف ما شفتوا معايا 6 ديال المسمنات اللي ما شاء الله راهم كبار. هنا غادي نقطعوا معكم باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيجي مورق وما كيجيش لاصق طبقه لاصقه على طبقه، كيجي مورق. هنا كيف ما كيبان لكم في الفيديو كيكون بهذا الشكل هذا. شوفوا داك الحشوه اللي استعملنا كيفاش جات رائعه في هذا المسمن هذا، فبالصحه والراحه. فكيكونوا هادو هما جوج الوصفات اللي تقاسمت معكم، فكنتمنى يا ربي يعجبوكم وكنتمنى انكم تجربوهم. كنقول لكم من هنا نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا بكم. ضغطوا زر الاشتراك باش دائما توصلوا بالجديد. خليتكم في امان الله، مع السلامه، فيديو جاي ان شاء الله.